السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من الأكلات الشتوية اللي بتمد الجسم بالطاقة وبتساعد كمان على الدفء، مفيش غيرها هي الكوارع. هنعمل كوارع بقى بطريقة سهلة وبسيطة خالص كده. حضرت حلة، حطيت فيها معلقتين من الزيت، معلقة من السمنة البلدي، وهسيح فيها فصين من المستكة كده زي ما انتوا شايفين. بعد الفصوص المستكة ما تسيح كده بالشكل دوت في السمنة والزيت، هبدأ بقى أشوح الكوارع بتاعتي لحد ما لونها يصفر بالشكل ده كده واحدة واحدة. التشويحة ديت ما بتخليش أي ريحة للزفارة خالص مع فص المستكة، كمان بتخليها تستوي بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكوارع دي من الاكلات المفيدة جدا الغنية بالكولاجين اللي بيحمي المفاصل من الالتهاب وهشاشة العظام وكمان الخشونة. كده بالشكل دوت قلبها بقى على الناحية التانية كده. شايفين لونها اصفر ازاي؟ انا عايزاها اللون ده كده. الخطوة دي بتسهل لي كمان التسوية بالشكل ده كده. لونها وفي المرحلة ديت كانت ريحتها خطيرة بالشكل ده كده. اقلبها بقى كلها كده، شكلها اصفر خالص، وهبدأ بقى اضيف لها بطاطساية وجزرايه وطماطمايه وبصلايه كده بالشكل دوت. اشوح الحاجات كلها مع بعضها، وطبعا هضيف لها كده ورقتين لورا، وسنه صغيره خالص من الفلفل الاسمر، وسنه من القرفه، حاجه بسيطه خالص، واتنين حبهان واتنين قرنفل. انا مش عايزه لون الشوربه بتاعتي يتغير، بس الحاجات دي بتخلي ريحه شوربه الكوارع تحفه بصراحه. شوحي بقى، شوحي على قد ما تقدري كده كل الحاجات مع بعضها، وقلبي بالطريقه دي كده 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين نزلي عليهم بقى الميه السخنه. لازم تبقى ميه بتغلي عشان الكوارع بتاعتي تستوي بسرعه. لو حطيت ميه ساقعه هتاخد وقت كتير والكوارع بتاعتي هتجلد، فانا عايزاها بالشكل ده. سبتها بقى تستوي على نار هاديه كده ساعتين اتنين، هي اخدت ساعتين اتنين بس، وحطيت لها الملح المناسب بقى بالشكل ده كده. ريحتها كانت خطيره بصراحه، ما خدتش وقت في التسويه قوي. انا عايزاها ما تتهريش مني، انا عايزاها تبقى ماسكه بعضها كده شويه، بحبها كده بالشكل ده. والجزر استوى والبطاطس والبصل وكل حاجة استوت فيها. انا لو سبتها كمان شوية الحاجات دي كلها هتتهري كده بالشكل دوت. وبرضو لو عايزة اطلعها كده، الجزر والبطاطس بتبقى برضو طعمها جميل خالص. عايزة اصفيها بقى واطلع الشوربة بس لوحدها، بتبقى جميلة. انا شفتها كده استوت بالشكل ده خطيرة. هبدأ اطلعها بقى في الطبق بتاعي كده في السيرفيس كده بالشكل ده كده. عايزة تصفي بقى الحاجات دي كلها، صفيها براحتك كده. بصراحة الريحة كانت خطيرة، ما خدتش وقت، وجميلة، ووجبة لذيذة جدا ومفيدة بالشكل الخطير ده كده. طلعتها بقى كلها، شايفين جميلة ماسكة بعضها. انا مش عايزاها مهرية خالص، عايزاها ماسكة بعضها كده بالشكل ده عشان تبقى حلوة في التقديم كده. كانت خطيرة بصراحة. صفي بقى الشوربة بتاعتي كده في المصفى كده. لو مش عايزه تصفيها، في ناس بتحب تاكل الجزر والبطاطس والحاجات اللي طالعه من الكوارع دي مستويه مع الكوارع، بتبقى طعمها جميل جدا واخده من طعم الكوارع. وانا بقى صفيتها وقلت ايه كده افضل. اللي عايز ياكلها كده ياكلها، واللي عايز ياكلها كده ياكلها بالشكل دوت. كانت جميله بصراحه كده. الريحه كانت خطيره. ده شكل الكوارع بتاعتنا بقى بعد ما طلعتها في السيرفيس. تحفه بصراحه، شكلها جميل قوي وكان طعمها خطير. ندوق الشوربه بقى مع بعض كده. الله على الجمال، طعمها حلو قوي قوي بصراحة. ونكهة الحاجات اللي انا حطاها عليها كانت جميلة، مديها طعم وريحة كده خطيرة. كوارع ماسكة نفسها، مش عاملاها مهرية قوي، انا عايزاها ماسكة نفسها شوية كده بالشكل دوت. نقطع كده وناكل حتة من الكوارع بالشكل ده كده واحدة واحدة كده. انا مش عارفة اقطع كويس عشان ماسكة بايدي كده، الشوكة مش بتقطع كويس. المفروض ان احنا نمسكها بايدينا الاتنين وناكل، بس برضو اتقطعت اهي حتة جميلة بصراحة كده. اتقطعت برضو في الاخر واكلناها كده بالشكل دوت. الطعم بصراحة خرافة. لو عجبكم بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة واكلة الكوارع، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.